السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الواقعة بتاعتنا النهاردة من قرية اسمها قرية شاويش بمركز إهناسيا في بني سويف. امرأة عندها 45 سنة اسمها رضا، بتنزل الغيط علشان خاطر تساعد جوزها وتساعد أخوها في لم المحصول وفصل الحبوب عن المحصول في مكنة اسمها الدريس، اللي هي الدراسة اللي بتفصل الحبوب عن المحصول. اللي حصل هنا ان المكنه شدت ملابسها، والمكنه شغاله شدت ملابسها مسكت في المكنه في التروس، راحت شداها. للاسف شدت جسمها كله وفصلت راسها عن جسمها. طبعا تلقت الاجهزه الامنيه بلاغ من الاهالي ومن اخواتها ومن اهلها ومن جوزها ان المكنه الدريس فصلت راسها عن جسمها واتنقلت للمشرحه لحين دفنها. الله يرحمها. مثال للست الشقيانة التعبانة، الست اللي بتساعد جوزها وبتساعد ولادها واخواتها في الغيط، يعني نحتسبها عند الله شهيدة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يرحمها. ودي الواقعة اللي حصلت في بني سويف في مركز إهناسيا. أشكركم جدا، أتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.